السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي. اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس هيوصل ليكي اشعار بكل وصفة جديدة هتنزل على القناة. وصفتنا اليوم كيكة الشوكولاتة، كيكة شتوية هنقدمها دافية مع طبقة صغيرة كده من الشوكولاتة، يعني يدوب هتجهزي الشاي بالحليب وانسي بقى البرد والشتاء واي حاجة تانية. وكمان لو عملناها الصبح بدري وقدمناها لأولادنا على الفطار حاجة كده تشجيعية، يروحوا المدرسة كده هم فرحانين ومبسوطين ومتدفيين كمان. تعالوا نشوف المقادير وهسيبها ليكم مكتوبة في صندوق الوصف. معايا 2 بيضة، كوباية سكر، كوباية إلا معلقتين زيت، كوباية حليب، كوباية ونص دقيق، نص كوباية كاكاو، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة فانيليا. لو هتعملي الوصفة من غير شوكولاتة هنستبدل نص كوباية كاكاو بنص كوباية دقيق. انا استخدمت كوباية ناقصة شوية من السكر لان انا مش بحب السكر ظاهر في الحاجة كتير، فعشان كده الكوباية مش كاملة عندي سكر، ولكن انتي الطعم الطبيعي خليها كوباية سكر. في طبق عميق هضيف الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر. الكاكاو اللي استخدمته كاكاو خام غير محلى. هضيف كل المكونات على بعض وهقلبهم كويس قوي، ومن الافضل ان المكونات الجافة تتنخل مرة واتنين عشان تخلي الكيكة معاكي هشة، وكمان ما يبقاش فيه اي تكتلات لان التكتلات دي بتبقى مش حلوة في الكيكة وبتفضل للاخر لما بتيجي تقطعي الكيكة بتلاقي فيها قطع دقيق كده. هنسيب المكونات الجافة ونشوف الخطوة اللي بعد كده. في بولة عميقة هنزل بالسكر وعليه الزيت والبيض والفانيليا لو الفانيليا سايلة هضيف ربع معلقة صغيرة بس، ولو بودر هضيف نص معلقة صغيرة. واخيرا هنزل بالحليب وبالمضرب اليدوي هخلط كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تمتزج معايا تماما وما يبقاش فيه اي اثر للبيض. اهم خطوة لنجاح الكيك ضرب المكونات السايلة كويس، يخلي الكيك هاشش وما تبقاش مكتومة. وممكن تخلط المكونات السائلة في الخلاط، ولكن انا حبيت ابسط الوصفة وهي فعلا مش محتاجة خلاط، هي بس محتاجة منك حوالي 3 دقايق بالمضرب اليدوي. بعد كده هضيف الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو المخلوط على بعضه معلقة بمعلقة كده عشان ما يعملش تكتلات معايا. ما تنزليش بالمكونات الجافة مرة واحدة عشان العجين يمشي معاكي وما يبقاش فيه تكتلات، عشان يبقى خفيف على ايديكي. انا بايد بضيف الدقيق وبالايد التانية شغالة بالمضرب اليدوي. ولو ضربت المكونات السائلة في الخلاط فالحد هنا طبعا الخلاط دوره انتهى، هنضيف المكونات الجافة بالمضرب اليدوي او بمعلقة خشب، ويفضل طبعا المضرب اليدوي. هقلب الخليط لحد ما يوصل للقوام الناعم ده وما يبقاش فيه اي تكتلات. هنا هنجهز الصينية او البايركس اللي هيدخل الفرن، همسحه مسحة صغيرة بالزيت واضيف عليه رشة صغيرة من الدقيق وانزل بالخليط. هضيف الكيكة للفرن ساخن مسبقا، فرن من غير شواية على درجة حرارة 180، هتاخد معاكي من 35 ل 45 دقيقة. من بعد 35 دقيقة تقدري تختبري الكيكة، تفتحي الفرن فتحة صغيرة جدا وتختبريه بخلة السنان او العيدان او السكينة، اي حاجة عندك تقدري تختبري الكيكة بيها، وتقفلي الفرن تاني على طول مش هيحصل لها اي حاجة. هنا هنجهز الجناش او الشوكولاتة او الصوص اللي هنضيفه على وش الكيكة. معايا باكت شوكولاتة دريم بالحليب، تقدري تستخدمي اي شوكولاتة مطبخ متوفرة عندك وتقدري تستخدمي نوتيلا. هسيحها في الميكرويف او على حمام مية دافي. وهنا الكيكة بعد ما طلعت من الفرن هختبرها بالاعواد الخشبية او بسكينة. هضيف العود كده في نص الكيكة، ولو طلع نضيف بالشكل ده
يبقى الكيكة كده مستوية. ولو العود طلع فيه كيكة او مش نظيف فهي الكيكة هتبقى محتاجة شوية في الفرن. وطبعا الخطوة دي انا اختبرتها قبل ما اطلع الصينية من الفرن، ولكن برضو عشان انتوا تشوفوا الطريقة فبجربها قدامكم تاني. هعمل فتحات للكيكة بالشكل ده. ممكن تستخدمي شوكة او سكينة لو الاعواد الخشبية مش متوفرة عندك. وتقدري تستغني عن الخطوة دي تماما، وهي الكيكة من غير الجناش او من غير الشوكولاتة تحفة جدا وهي مش محتاجة. بس احنا عشان بنحب الشوكولاتة شوية وكمان الشوكولاتة بتدفي فحبينا نزيد الجمال جمال. هنضيف الشوكولاتة على الوش ونفردها بالشكل ده لحد ما اغطي الكيكة تماما. وهنا حسيت ان الكيكة محتاجة حتة جمال صغيرة برضو، فحبيت ازينها بورد معمول بعجينة السكر وكريسبي كمان. تقدري تزينيها بأي حاجة متوفرة عندك، وتقدري تسيبيها من غير تزيين، هي مش محتاجة تزيين. ممكن تضيفي على الوش رشة من جوز الهند او فول سوداني مفروم. وممكن الشوكولاتة بدل ما تسيحيها تبشريها بالمبشرة وتضيفيها على الوش والكيكة سخنة، هتدي برضو شكل حلو. ودي كلها اقتراحات مني، ولكن طريقة التقديم ترجع ليكي انتي. وكده ما عادش باقي غير اننا نقطع الكيكة الجميلة دي ونضيفها لأطباق التقديم. انا بس الاول قبل ما نضيفها لأطباق التقديم عايزاكم تشوفوا ازاي يعني الكيكة هشة وقلبها مش مكتوم خالص، وخطواتها مش صعبة، يعني من غير خلاط، من غير مضرب كهربائي، بالمضرب اليدوي. وممكن كمان تستخدمي معلقة خشب، ولكن المضرب اليدوي يعني ايه بيسهل عليكي شوية. وكمان مقاديرها اقتصادية، مش بتاخد زيت كتير وسكر كتير وبيض كتير في ظل الأسعار اللي احنا عايشين فيها اليومين دول. شايفين الجمال ما شاء الله والدفى اللي طالع من الكيكة. وطبعا انا في التزيين ما عنديش يوم مرحميني، فكل قطعة كنت بضيفها للطبق بزينها بشكل مختلف، مش شكل مختلف يعني بلون مختلف. وارجع اقول تاني طريقة التزيين ترجع ليكي انتي، زينيها وقدميها بالطريقة اللي تريحك والطريقة المناسبة ليكي. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من قلبي ان يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.